صاحبنا الخميني اللي كفروا المغرب وهو ما تمشي شهر على المسؤوليه ديالته، واللي كفرناه رسميا بفتوى العلماء هذه عامين، لانه تيقول ان الامام هو اقرب الى الله من الملائكه المقربين ومن الرسل وحتى النبي صلى الله عليه وسلم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتنقل الاساتذه راه معروفين انهم ملك يبلغوا بالاضراب ويخرجوا من الزنقه، على ان الاساتذه راه منهم الكثير تضحك. خص الاساتذه يعرفوا انه في المستقبل غادي يجي عليهم القانون اللي هذه مده وحنا عايشين عليه في الحمايه، واكدوا الاستقلال، وانه المروج تاع اكاذيب او القائم باعمال من شانها انها توقع خلل بالامن العام راه ما تيتعاملوا اقصى معامله. مشروع قانون سيطالب بعض المثرين منا جميعا المغاربه ان يؤدوا زياده على الضرائب الزكاه، تلك الزكاه التي سيذهب ريعها لا في الموظفين ولا في البذخ ولا في الرخاء، بل ستوزع سنويا على الجهات أو الأقاليم لتنهض بمشاريعها الاجتماعية والاقتصادية. المغرب القوي الحبيب إلى الله أكثر من المغرب الضعيف هو الذي ستصنعونه بأيديكم حضرات السادة. ستصنعونه لأنه القوانين تنقسم إلى قسمين، منها ما يعطي أكله في الحين، ومنها ما يعطي أكله على 10 سنين. أقول الخلط واجب ومستحب وضروري بين العربية ولهجتنا. اللهم أكون أسمع طفلا مغربيا يخلط بين العربية الدارجة أو الفصحى وبين تريفيت أو تمازيغت أو تشلحيت، أفضل بالنسبة لي وأشرف بالنسبة لي، وأقول أكثر مناعة بالنسبة للمستقبل من أن أسمع الطفل والطفلة ووالديه كذلك يخاطب بعضهم بعضا بالخلط بين العربية والفرنسية أو الخلط بين العربية والإسبانية.